بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل متابعين قناتنا. النهارده يا جماعة بنعمل مع بعض الممبار الضاني. ماشي معايا. اول حاجة هي حلة على النار. هي مكانها صلصة، كنت مصلصة الصلصة دي مكانها اللي هي بتاعت ايه خلطة الممبار. فانا حاطة فيها شوية زيت صغيرين مع شوية دهن بتاع الممبار اللي بيبقى من جوه الممبار، ده بيبقى مليان دهون. حطيت شوية ضفاء اهو. هو طبعا كان مقلوب، كان الجلد الدهن من بره بتاع الممبار، فانا طبعا خليته من جوه، قلبته الناحيه التانية وخليت الدهن اهو من جوه. عشان اعرف بقى انضفه من بره، نضفته من بره كويس جدا طبعا. كنت نقعاه كده بايه، بملح وليمون وخل ودقيق. ماشي زي الفل قدامكم اهو. وده اللي هو الدهن بتاع الايه الممبار اللي هو بيبقى من جوه. كان كتير جدا طبعا، فشلت كده منه كتير وحطيته بقى ايه هنا مع شويه زيت وحته ليا. تمام. في الحله اللي انا كنت عامله مكانها الصلصه، مسبكه مكانها الصلصه، شلت الصلصه وحطيته. وهنا نزلت بقى بالبصل، بصلايه متقطعه حتت صغيره على قد الكميه اللي معاكي، وحمرتها شويه يعني دبلتها كده. ورحت نازله عليها بمعلقتين صلصه من اللي انا مصلصاها. انا لسه كنت عاملاها مسبكاها يعني. وايه اخدت منها معلقتين زي ما انتوا شايفين. وده اللي هو الخضره، الشبت والكزبره والبقدونس. ماشي من كل حاجه كده ايه شويه. وهنا بقى معايا الرز. طبعا انا من الممبار اللي معايا مش كتير، فانا عامله على قده، عامله خلطه صغيره على قده. تقريبا كوبايه ونص رز او كوبايه واللي هو برضو الخضره من كل حاجه واحده، حزمه صغيره كده، وبصلايه صغيره عشان انا الكميه اللي معايا مش كبيره. تمام. نقلبهم بقى كلهم كويس كده اهو. احط بقيه الرز اللي معايا. ومعايا الصلصه برضو ايه ازود منها معلقه. طبعا انا بزود كده على طول عشان خاطر هي كمان متسبكه وجاهزه يعني. معايا هنا بقى ملح، فلفل اسود، كمون، رشة جوز الطيب، زعتر، بابريكا، السبع بهارات. بحب احط البابريكا في الحاجات اللي بيبقى فيها صلصة عشان بتخلي اللون كمان جميل يعني غير الطعم. هي البابريكا يعتبر هي الفلفل، بس فلفل بارد، بس غير كده الطعم اللون بيبقى جميل احمر وحلو يعني. هنا حطيت معايا في مية سخنة ورق لورا وحبهان وملح وفلفل اسود. دي مية عشان خاطر ايه اجهزها بس نسلق فيها الممبار لحد ما ايه تغلي، لحد ما انا احشي الممبار معاكم. خدت شوية من الخلطة وبدأت بقى ايه الممبار اهو متنضف وتمام. اهو بصوا الدهن من جوه ازاي، في دهن كتير جدا يعني. ما خدتش كل الدهن بس انا شلت منه شوية كتير عشان اعرف احشيه، لانه كان مقفول من كتر الدهن لما قلبته الناحية التانية. لكن هو لسه فيه دهون كتير من جوه، طبعا بتخلي طعمه جميل لما تكون الدهون كده من جوه. وابدا احشي بقى. طبعا انا مش معايا قمع الصراحه ان انا احشي بيه، كان هيبقى اسهل لي بكتير. لكن انا عملته كده بايدي، فتحت البق من حته كده صغيره عشان اعرف احشيه. وايه وحاولت ان انا امسكه كده يعني واحشي كده زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. طبعا بتحشيه بتبططيه كده خالص على قد ما بتقدري. ليه؟ عشان ما تبقاش مليان رز، لان لو مليان رز مش الرز مش هيستوي فيه كويس وممكن يطرقع. فهنا بقى انا ايه بتبططيه كده تخليه بسيط. انا عامله كل واحده كانها على اتنين، فبوسعت لها مكان ورحت قطعها من النص على اساس يبقى كل بقى ايه واحد بوحدته يعني، كل واحد لوحده. وبتخلي حته فاضيه كده من الطرف ده ومن الطرف ده عشان ايه برضو الرز ما ينزلش كتير في الشوربه، في اللي هي في الميه بتاعته يعني اللي بنسلقها فيه. اهو بصوا كله مبططاه وسايبه حرف من هنا وحرف من هنا. هو لما بينزل الميه بيتدور وبيلف لوحده، بيبقى مدور وخلاص، بيبقى ملفوف اول لما بيتحط في الميه السخنه. فما تقلقيش من ايه موضوع انك تبططيه كده ده. طبعا الكلام ده اللي مش بيعرف يعمل. كمان انا عامله الممبار قبل كده. بصوا انا نزلت بقى بيه كله اهو. بنزل بيه كله فين؟ في الميه اللي هي الميه اللي معايا اللي بتغلي، اللي انا حاطه فيها ورقتين لورا وفصين هيل واللي هو الفلفل والملح. ماشي نزلته كله اهو. ايه اسيبه طبعا ايه شويه عشان خاطر ايه يتسلق ويستوي نص ساعه تقريبا. وانا كنت عامله الممبار وهسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق وفي صندوق الوصف.
كنت عاملاه قبل كده ايام ماما الله يرحمها يا رب ويغفر لها ويسامحها، هي وبابا وأمة المسلمين، امين يا رب العالمين. كان أو وقتها كانت هي لسه عايشة، حتى انا بتكلم في الفيديو بقول كده يا جماعة اتأخرنا عليكم معلش كانت ماما تعبانة وكده يعني. فانا كنت عاملاه قبل كده وهي من فترة كبيرة وهي عايشة، فانا برضو هسيب اللينك بتاعه. خلاص اتحمر معايا طبعا ممبار واستوى زي ما انتوا شفتوا اتدور ازاي في الشوربة. وهنا استوى خلاص، طلعته حمرته زي ما انتوا شفتوه. سهل جدا وحلو جدا وكله بيحبه كبير وصغير، خصوصا بتاع الضاني ده بيبقى جميل قوي فعلا. فيا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة.